عندي سؤال بيلح على دماغي واظنه بيلح على دماغ الناس. بعد كم الضربات اللي تعرض لها حزب الله السريعه المتتاليه اللي ورا بعض، والحاله اللي انا وانت واغلب الناس اللي بيتابعونا يعرفوها عن الجيش اللبناني ووضعه، وده ليه علاقه شويه بطبيعه لبنان والتركيبه السياسيه وغيره. ايه قدرات حزب الله الان بعد كل الضربات المتتاليه دي لصد الغزو الاسرائيلي؟ حصل امبارح في الاقتحام لقوات جيش الاحتلال، والاعتراف لقوات جيش الاحتلال اليوم بسقوط قتلى واصابات من عمليه الاختراق امس. يعني فكره انا ان بقول الكلام ده عشان الناس، بس صحيح. انا يعني عايز اسمع اجابتك. صحيح. اللي انا عارف اجابتك، عارفها منك برضه، بس انا عارف اجابتك ومطمن. بس انا عايز الناس كمان اللي هي اتهزت شويه، اتخضت شويه، خافت شويه على لبنان وبالتالي على محور المقاومه، عايزهم يسمعوا الكلام ده عشان الناس تبقى مدركه. بص خالد، خلينا نقف ان الحاله ليست بهذا السوء. طبعا. طبعا. واسرائيل تعي جيدا ان تقديرات اسرائيل وامريكا بتتكلم على من 100 ل 150 الف صاروخ يمتلكه حزب الله. ما اطلق من 8 اكتوبر 2023 حتى الان صاروخ واحد متوسط المدى، ده في العمليه في عقب عمليه البيجر، ثم 3 صواريخ متوسط المدى، يبقى كده 4 صواريخ، والباقي كاتيوشا وفادي 1 وفادي 2 اللي تم اطلاقهم وهي متوسطه المدى. الناس على سيره فادي ده، الناس يعني قالوا كلام لطيف. صحيح. بنضربكم بفادي يعني. صحيح. فعدد الصواريخ اللي اطلقت طبقا للتقدير الاسرائيلي ودوله الاحتلال، اللي اطلق على دوله الاحتلال لا يتجاوز ال 4100 صاروخ. اوكي. هم سمى من ال 100000 او 150000 اللي هم اعلنوا عنها بقدراتهم. طيب يعني احنا هنا لسه بنتكلم على قدرات يعني جيدا انه ما زالت المقاومه تمتلكها، وهي ادي واحد. قدرات تستطيع الوصول الى العمق الاسرائيلي. طبعا. صحيح. 2 ان انت بتتكلم على تقدير من 85 ل 100,000 مقاتل. اوكي. يعني هيروحوا فين؟ دولت موجودين فين؟ دولت موجودين حتى هذه اللحظه. هناك اثر وتاثر في البنيه التنظيميه بالاستهدافات اللي تمت، اكيد طبعا.